أهلا وسهلا بيكم مرة تانية في سلسلة اظبط سيفيهات. هنخش على الجزئية اللي بعد كده، وهي هنكتب ايه بقى في القسم الثالث على اعتبار ان هو قسم السكيلز. خلينا نقول ان احنا هنبدأ بالسكيلز كسيكشن رقم 3. السكيلز في العادي ممكن تتقسم زي ما قلنا لكي سكيلز، وبعد كده بنحط ايه تكنيكال سكيلز، بنحط السوفت سكيلز، اللانجوج سكيلز، وهكذا. ممكن على طول نستغنى عن الكي سكيلز ونحط ايه التكنيكال والسوفت واللانجوج سكيلز بتاعتنا. التكنيكال سكيلز او الهارد سكيلز هي حاجات ماديه ليها علاقه بالوظيفه بتاعتك، حاجات تكنيكال، برامج ممكن بتشتغل عليها، ممكن مثلا في اداره المشاريع اللي انت بتقدر تعمل بروجكت كنترول او سكادجولينج، حاجه ليها علاقه بالوظيفه والامور التكنيكال اللي فيها. ممكن كذلك لو حابب اللي انت بتفصل السوفت وير سكيلز، يعني ابلكيشن اللي بتشتغل عليها، ممكن كذلك تفصلها. السوفت سكيلز حاجات اكتر معنويه زي الكوميونيكيشن، الليدرشيب، الموتيفيشن، الكلام ده كله هي حاجات اكتر معنويه، ليها علاقه بالشخصيه بتاعتك. وطبعا اللانجوج، اللغات اللي انت بتتكلمها. ضروري في الجزئيه دي اللي احنا ما نبقاش بنعبي كلام وخلاص ويبقى كلام كليشيهات، لان الكلام ده معروف ومتكرر وكل الناس بتكتبه. فمش ده الغرض من القسم ده. الغرض ده فعلا ان انت تبين ايه الحاجات اللي بتقدر تعملها. انا قبل كده اتحطيت في موقف اللي انا بتسأل على السكيلز اللي انا كاتبها. انت كاتب لي بروبلم سولفنج سكيلز، استخدمت ازاي البروبلم سولفنج سكيلز دي بتاعتك؟ احكي لنا موقف مثلا. فلازم تبقى مستعد لحاجه زي دي. في بعض الناس كمان اللي هم بتكون شوية لسه جونيور، فالسي في بتاعهم مش مليان، ممكن يستغل ده ان هو يجي في السكيلز، ممكن يشرح كمان حاجة زي دي. يعني انت مثلا بتكتب كوميونيكيشن سكيلز وتبدأ توضح ليه انت عندك الجزئية بتاعت الكوميونيكيشن دي قوية. والله عندي بروبلم سولفينج سكيلز وقدرت استخدمها في مشكلة مشابهة لواحد اتنين تلاتة، وقدرت احلها بالطريقة الفلانية، وقدرت اخد فيها مثلا القرارات المناسبة، وهكذا. فده بينفع اكتر لحد جونيور اللي هو يبدا يوصف السكيلز دي موجوده عنده ازاي. الناس اللي شويه سينيور او الناس الخبرات الكبيره يعني مش شرط تبدا تشرح السكيلز بتاعتها، والعنوان بيكفي في الحاله دي. طبعا مش هنكرر تاني ان لازم نربط ما بينها وبين الوصف الوظيفي. انت لو في سكيلز معينه مكتوبه في الوصف الوظيفي والسكيلز دي عندك وتقدر تأديها بشكل كويس، لازم تتاكد ان انت ذاكرها في القسم ده. فانت ممكن يبقى عندك حاجه ثابته في السي في بتاعك، ولكن اخر كام نقطه ممكن يبقى بيتغيروا على حسب الوصف الوظيفي اللي انت بتقدمه. عندنا بعد كده القسم بتاع language skills، وده بيكون فيه اللغات اللي انت بتقدر تتكلمها. فانت كعربي بيبقى اللغة العربية بالنسبة لك هي النيتيف، اللغة الأساسية بتاعتك. وبعدين مثلا لو بنتكلم اللغة التانية لغة انجليش، فبتبدأ تحط الليفلز بتاعتك فيها. وهم 5 ليفلز معروفين في اللغة الإنجليزية، ممكن تحط فيهم الليفل بتاعتك على حسب انت شايف نفسك فين. بعد النيتيف اللي هو المتحدث الأصلي للغة أو اللغة الأم بالنسبة له، بيجي البروفيشنز، بعدين الأدفانس، بعدين انترميديت، بعدين بيزك. هما دول ال5 ليفل اللي عندنا في اللغة. وممكن على أساس أنت مستواك تبدأ تحط المستوى اللي أنت شايفه يناسبك. السكيلز بتاعتنا على حسب الطول بتاع السي في بتاعنا وقد ايه ممكن تأثر عليه. ممكن تقرر ان انت تكتبها كبوليت بوينت تحت بعضيهم، طبعا ده بيكون الشكل الافضل. ولكن في حالة ان هو يأثر كتير على طول السي في، فممكن تبدأ تحطهم جنب بعض وتحط ما بينهم داش، او اللي هو السيبريت بار، بيبقى شبه حرف الاي الكابيتال كده، وموجود عندك في الاشكال بتاعت الكيبورد يعني. وبكده يبقى احنا خلصنا كلام على القسم الثالث، وهو هنا في اعتباره ان هو السكيلز. انتظرونا في الاقسام اللي جايه، هنتكلم على الورك اكسبيرينس، وبعدين هيكون فاضل فيديو او اتنين كمان ونكون خلصنا السلسله دي. يا رب تكونوا فعلا مستفيدين منها وتقدروا تطوروا سيفيهاتكم بشكل كبير جدا. ولو اي حد محتاج يعمل ريفيو للسي في بتاعه، ممكن يبعت لنا على الصفحه وهنعمل له ريفيو بشكل مجاني تماما. واللي حابب اللي احنا نعمل له السي في، فان شاء الله نقدر نساعده ونعمله له باقل الاسعار. شكرا ليكم مرة تانية، واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.